ليمونتين ومعلقه صغيره زي ديت كده من الكركم، وهنعجنهم بماء ورد. ونحط عليه جل صبار، ولو في زيت عنب ممكن نحط عليه. اوريكم بقى الخطوات. انا دلوقتي حطيت ليمونتين ومعلقه صغيره من الكركم، وحطيت ماء الورد اللي هي بالنيله الزرقاء. حلوه جدا للبشره. اللي عايز ماء الورد اللي هو بالنيله الزرقاء والمنتجات بتاعتها يبعت لي على الخاص او يكتب لي في التعليقات. طبعا انا عجنت طبعا الكركم بالليمون بالماء الورد. ما عندكيش ماء الورد بتاع تسليد، هيبقى ماء ورد عادي خالص. وهتبتدي ان انتي تقلبيه، وكل ما هتقلبي هتلاقيه مثلا ان هو تقيل معاكي، خليه خفيف شوية عشان يبقى مرن في البشرة.